ازيكم احنا متابعين؟ اخباركم ايه؟ احداث جديده من مسلسل ايش ايش والحلقه ال 22 واحداث جديده جدا جدا، والمسلسل بيتقلب معانا ومفاجآت كبيره جدا جدا. بتخلص حلقتنا الحلقه اللي فاتت على ان ايش ايش اتنين بيطلعوا عليها وبيضربوها ضرب جامد جدا جدا لحد ما بيغموا عليها وبيسيبوها ويمشوا. بعد كده بتيجي ايش ايش في المستشفى، بيكون حواليها صفاء واخلاص ونصة. وبعد كده بتبدأ تفوق وبيكونوا فرحانين جدا ان هي فائت وبقت كويس. اول ما بتفوق ايش ايش بتبدأ تسأل على اللي في بطنها، فبتبص لكل واحد محدش بيرضى يقول لها، وفي الاخر بتعرف ان هو نزل طبعا وان هو مات. فبتزعل جدا جدا وبتفضل تعيط وبتقول لامها انت عارفه ياما، مع انه اللي في بطني ده كان من انتن واحد في الدنيا، بس انا كنت فرحانه جدا بيه وقلت اطلع بحاجه من العيله دي. بس طبعا انا ماليش حظ في حاجه، وطول عمري كده بخت كده. وبتفضل تعيط. بعد كده بيجي رجب وبيجري وبيروح على السواق بيقول له ايه اللي حصل، بيقول له في إيه؟ بعد كده بيجي رجب ويكون زعلان جدا جدا وبيجري على السواق بيقول له ايه اللي حصل، بيقول له في اتنين طلعوا على 6 شروق وضربوها جامد، وانا جبتهم على المستشفى بس انا ما شفتهاش عشان كنت في العربيه. بعد كده بيجري عليها وبيدخل عليهم وبيكونوا طبعا متجمعين كلهم، وبيقف شويه وبعد كده بيقول لهم لو سمحت سيبوني لوحدي مع ايش. بعد كده كله بيخرج وبعد كده بيقول لها الولد نزل، فبتقول له ايوه. وبتبدا تحكي له قصتها، بتقول له انا كنت في حالي وماشيه في حالي ومش بطلب اي حاجه من حد وكنت برقص، ومع اني كنت اكتر حاجه بكرهها هي الرقص، بس كنت برقص يوم مرتين علشان نقدر نصرف على البيت وعلى عليا انا واختي، وكنت راضيه بحالي لحد ما قابلت مختار وضحك عليا واتجوزني جواز مش جواز، وجاب لي مأذون مش مأذون، وضحك عليا واخد شرفي. بعد كده الحاجة الوحيدة اللي انا اخترتها ان انا ادخل وسطكم، بس اكتشفت ان انا مش قد اللعبة دي وان انتوا كبار جدا. كنت دايما بسأل ازاي امي سابتكم كده وما خدتش حقها، بس عرفت ان كان عندها حق وان هي مش قدكم ولا احنا نقدر عليكم. فبقول لها طب انت عايزة مني ايه دلوقتي يا ايش؟ قالت له تسيبني اخرج من السباق ده انا مش قده، وتسيبني في حالي انا مش عايزه اي حاجه خلاص. فبقول لها انت طالق. بعد كده بيسيبها ويمشي وبيروح عند المختار، بيخبط عليه فالمختار بيتفاجئ بيه فبيبقى خايف جدا منه، وبعد كده بيطلع المسدس وبيهدده وبيقول له انت اللي عملت كده في ايش في اتنين ضربوها ونزلوا الولد وانت عملت كده ليه؟ وضحكت قال لها انا قال له والله ما عملت حاجه، انا اول مره اسمع الموضوع ده، انا ماليش دعوه خالص. قال له طب انت ليه ما قلتليش وليه خدعتني وضحكت عليا؟ قال له انا ما كنتش اقدر ان انا اقول لك كده. قال له انا عمري ما عملتك على انك واحد عادي، انا كنت دايما بعاملك على انك ابني. وبعد كده بيقول له ان هو مسامحه وبيقول له ارجع تاني بيتك، انت ابني اللي انا خلفته، انا بحبك جدا. وبقول له ارجع تاني. بعد كده بيكلم امه في التليفون وبقول لها جوزك كان عندي دلوقتي، فبتقول له جوزي مين؟ فبقول لها انت ليكي جوز واحد انت متجوزه حد تاني غير راجل الجريتلي. هو جه وكمان قال لي ارجع تاني وكل حاجه رجعت تاني، وكمان طلق ايش وبتبقى فرحانه جدا جدا. وبعد كده بتقفل معاها وبتقول لهم الخبر، وبيكون فاتن مستغربه جدا وبتقول له حرام ايش اتظلمت. فبتقول لها انت امشي يا بنت انت من هنا. ومن ضمن الكلام اللي هو بتتكلم معاهم فبتقول لهم ان هي سقطت وان الولد ابن مختار مات. فلبنى بتستغرب بتقول لها هو كان ابن مختار؟ قالت لها ايوه وانا مش عايزه اسمع الكلام ده كله، واما جوزك يجي ما تقوليش اي حاجه. بعد كده بنروح عند نص. بعد كده المشهد بيكون ايش وهي خارجه من المستشفى وكلهم طبعا بيبقوا زعلانين جدا عشانها، وبعد كده بتروح تقعد في البيت وبتكون زعلانه وبتدخل عليها صفاء بتقول لها ما تزعليش يا ايش هي الدنيا دي دايما مش معانا واللي احنا بنحتاجه دايما عمرنا ما احتاجنا حاجه. وبتقول لها ما تزعليش يا قلب اختك، وبعد كده كل حاجه هتتعوض ان شاء الله وبحضنوا على بعض. بعد كده بيجي مشهد تاني، رجب الجريتلي بينادي على عبد العاطي وبقول له لم حاجه 6 شروق كلها ووديها على بيتها. فبقول له ليه؟ بقول له انت مالك انت؟ فبيروح يلم الحاجه بتاعتها وهو بيلم الهدوم بتاعتها والاحذيه والحاجات دي كلها، فبيقع من البوت الموبايل اللي كانت مخبيه اللي كانت بتكلم منه المقدم عاصم. وبعد كده بياخد الحاجه وبيروح لها على بيت مامتها، وبيكون في الوقت ده مختار رجع وبيسلموا عليه كلهم. بعد كده شاديه بتقول لها خدي جوزك وادخلي على دلعيه. وبعد كده بيروح عبد العاطي عشان يودي ايش
الهدوم بتاعتها وحاجتها، وبيقول لها انا عايزك شويه، فبيقف يتكلم معاها، بيقول لها ان انا لقيت التليفون ده، وبقول لها ما تقلقيش ان انا مش هتكلم عشان انا هحتاجك بعد كده انك انت هترجعي، لان فرج عمره ما حب حد ولا ارتاح غير ليكي، وهترجعوا قريب، والحاجات اللي انا جبتها دي كلها هرجعها تاني. بعد كده بتروح بتقابل المقدم عاصم، وبتقول له ان هي خلاص بره اللعبه. فبقول لها انت استعجلتي ليه؟ انت كنت عنا اللي هناك. فقالت له انا مش باقيه على حاجه وكده، كفايه قوي. بعد كده بنروح عند نصة، بيكون بوشكاش اتصل عليه عشان يجي يشتغل معاها، فالنصة بيرفض وبيقول له انا عمري ما هشتغل معاك، ده فلوس خالتي وانا مش زيك ابدا وعمري هبقى معاك. بعد كده بنيجي راجع بالجريتلي وبيكون قاعد ومهموم جدا جدا. بعد كده بتجيله فرج وبيقول له في ايه، احنا مش خلاص انت خدت البيت ليه بتقلب في اللي فات وفي موضوع اخلاص؟ قال له انا ما قلبتش في حاجه وما اعرفش حاجه، وبعدين بنتك هي اللي جات واتجوزته وانا كنت في الفندق وما شفتش حاجه، عايز بنتك خدها على اللي انت عايزه خده، انا ما عدتش بايع على حاجه ولا عايز اي حاجه. فبقول له انت مالك يا رجب؟ قال له انا تعبان ومهموم. فبقول له انا حبيتها احسن وقت انا عشته، وكان حسيت ان ليا قلب. وبقول له تعالى نرجع تاني نصفي لبعض، انا هموت لوحدي وهعيش لوحدي طول عمري وهموت لوحدي، تعالى نصفي لبعض ونبقى كويسين مع بعض، نرجع تاني اخوات ونعمل فرح كبير للبنى ومختار ونفرح كلنا ونعيش مع بعض كويسين وفي سلام. بقول له طب والعمليه الجديده؟ قال له هنبقى الشركاء فيها وبالنص. فبيبقى مبسوط وبيقول له خلاص ماشي. وبعد كده بيجي الفرح بتاعهم وبيبقوا عاملين فرح كبير جدا جدا، وكله قاعد يرقص، شاديه ولبنى ومختار وكلهم بيكون فرح كبير وكله فرحان وبيرقص، وقاعدين يرقص كلهم، رجب وفرج وعبد الرازق وكلهم. وبعد كده بتيجي شروق، ومن هنا بتخلص احداث المسلسل بتاعنا. اشوفكم على خير في حلقة جديدة، وما تنسوش اللايك والشير. سلام.